السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية. معنا في فيديو جديد آخر من فيديوهات مهارات بالمكسرات. والنهاردة هنشرح إن شاء الله إزاي نحل قطعة الفراغات وقطعة الفهم. أول حاجة قطعة الفراغات، وده الدرجة المخصصة للسؤال ده هي 4 درجات، والسؤال ده بيكون عبارة عن نص متكون من 50 ل60 كلمة، وبيه 4 فراغات، يعني 50 ل60 كلمة وفي 4 فراغات، وفوق كل فراغ هنا عندي نص. تمام كده، النص ده موجود عندي كده صندوق وبيكون فيه 6 كلمات، ومطلوب مني إن أنا من ال6 كلمات دول أكمل ال4 فراغات. طيب، من ضمن ال4 فراغات دول بيكون في 3 منهم على على الكلمات اللي أنت درستها سيادتك في المنهج بتاعك، درستها وحفظتها كويس وفهمت استخدامها. بيكون في فراغ منهم على القواعد اللي أنت درستها برضو في المنهج. طيب، عشان ما نطولش كتير في الجزئية دي، يبقى كده المختصر المفيد إن قطعة الفراغ 50 ل 60 كلمة، فيها 4 فراغات، بيكون 3 على كلمات المنهج ولازم تكون حافظهم كويس. يبقى لو أنت مش حافظ كلمات كويس، ارجع احفظ كلمات تاني كويس، لأن السؤال ده ب4 درجات وسهل جدا إنك تحصل عليهم. وفراغ واحد على القواعد، وده برضو سهل تحصل عليه جدا. فلو مش مذاكر ده وده، الحق نفسك وروح ذاكر يلا بسرعة. طيب، ناخد هنا كده مثال توضيحي عشان نفهم مع بعض بنحل السؤال ده ازاي. ادي هنا مديني 6 فراغات اهو فوق، فاحنا اول حاجه بنقرا القطعه كلها وبنترجمها، تمام كده، بدون ما نحل اي حاجه اهو. فهنا health is better than نقط، فهنا الصحه افضل من، تمام كده. one المرء، one هنا بمعنى المرء، cannot exchange يستطيع تبديل أو تغيير health الصحة for all the money in the world في جميع بجميع المال في العالم، تمام كده. because the health لأن الصحة is the most نقط، لأن الصحة حاجة نقط gift from Allah هدية من ربنا. a sick person الشخص المريض lives a bad life بيعيش حياة سيئة. of pain من الألم. weakness الضعف. and suffering والمعاناة. he feels that he is really terrible to his family هو بيشعر إنه مشكلة حقيقية لعائلته. he loses the nice taste of food هو بيفقد الطعم الجميل أو المذاق الجميل للطعام. you can't enjoy health أنت لا تستطيع أن تتمتع بصحتك. نقط exercise you practice suitable exercise لازم تعمل تمرينات مناسبة. طيب، بعد ما قرأت كده وفهمت أغلب القطع، تيجي ترجع بقى تقرأ مرة تانية وتحاول تحط الاختيارات. health is better than، طبعا كل الكلمات بتأتي أو القاعدة بتأتي من منهجك. health is better than الصحة أفضل من wealth أفضل من من الثراء أو من الثروة. when المرء cannot لا يستطيع exchange تبديل الصحة for all the money بجميع المال in the world في العالم. because لأن the health الصحة because health لأن الصحة is the most gift is the most gift الهدية القيمة أو الهدية المعطاة أو القيمة من ربنا، يبقى valuable gift، تمام كده. الهدية الأكثر قيمة، تمام كده، من ربنا. a sick person الشخص المريض lives a bad life بيعيش حياة سيئة. full of pain يعني مليئة بالألم، تمام كده. weakness والضعف and suffering والمعاناة. he feels that هو يشعر أنه، تمام كده. he feels that هو يشعر أن he is a really terrible إن هو he is a really terrible إن هو مشكلة حقيقية to his family على عائلته، تمام كده. he loses هو بيفقد the nice taste of food يفقد المذاق الجميل للطعام. you can't enjoy good health أنت لا تستطيع أن تتمتع بالصحة الجيدة unless إلا إذا exercise أنت عملت تمرينات. you practice suitable exercise لازم تمارس التمرينات المناسبة أو تعمل التمرينات المناسبة. طيب، ده بالنسبة للقطعة دي. طيب، عندنا هنا كمان قطعتين، هسيبك أنت بقى يا بطل تحاول بنفسك تحلهم مع نفسك، هسيبك تحلهم مع نفسك. طيب،
بعد كده عندي نصايح لحل قطعة الفهم الكومبريهنشن. اوكي، طيب اول حاجة انا بقرأ الاسئلة. يبقى سيادتك في قطعة الفهم اللي هي القطعة الكبيرة دي، خليني كده اجيب لك قطعة، القطعة الكبيرة دي سواء انت كنت طالب مرحلة اعدادية او كنت طالب مرحلة ثانوية ازهرية، تمام كده. انت بتعمل ايه؟ ما بتقومش سيادتك تقرا كل القطعه دي، لا، انت بتعمل ايه الاول؟ بتقوم قارئ الاسئله، وهقول لك ليه بعد دقيقه. طيب يبقى اول حاجه احنا بنقرا ايه؟ الاسئله. يبقى اول حاجه كده عشان احل القطعه بقرا الاسئله. طب بعد ما بقرا الاسئله بقرا قراءه سريعه للقطعه، بقرا قراءه ايه؟ سريعه للقطعه. طب ليه يا مستر بقرا قراءه سريعه للقطعه؟ لان انا لما قرات الاسئله، تمام كده، احتمال بعد ما اقرا الاسئله هقرا القراءه السريعه دي، في بعض الاسئله بيكون ملهاش اي 60 لازمه حرفيا، يعني هو بيكون اسئله مباشره هو بيديها لك عشان انت تحصل بيها درجات على طول. فانت لما تقرا الاسئله بعد كده تقرا قراءه سريعه للقطعه، الاسئله اللي انت قراتها تمام كده في البدايه لما تيجي تقرا القطعه بسرعه هتلاقي اجاباتها على طول لانها اجابات مباشره، فسيادتك هترجع وتجاوبها، تمام كده. بعد ما تعمل الخطوة دي، الخطوة رقم 3، هتقرأ القطعة بشكل كده متأني، تمام، بشكل كده واحدة بواحدة يعني، تمام، تقرأ القطعة كلمة كلمة وتحاول تفهم أكبر قدر ممكن. مش لازم تفهم كل كلمة في القطعة، لا، هتحاول تفهم إيه؟ أكبر قدر ممكن من الإيه؟ القطعة. لو معرفتش حاول تفهم السياق العام، افهم القطعة بتتكلم عن إيه. اقرأ على مهلك وبالراحة كده في القراءة رقم 2. طيب ما تقفش كتير عند الكلمات الصعبة، ما تقعدش كده كلمة صعبة قابلتك تقف لي عندها ايه وتضيع وقتك، لا، من الطبيعي جدا يقابلك كلمة واثنين وثلاثة واربعة صعبين، تمام كده، فاجتزل كلمة او حاول تخمنها من ضمن السياق، تمام كده. انت ما عرفتش الكلمة مثلا، حاول تخمنها من ضمن السياق، تمام كده، ولكن خمن بذكاء، لان في بعض الطلبة اجارنا الله واياكم بيخمن ايه؟ تخمينات كده ليس لها علاقة خالص، تمام. طيب عندي بقى أنواع الأسئلة في القطعة types، تمام كده، types of the passage questions، أنواع أسئلة القطعة. أول حاجة وهنا عندي literary questions، الأسئلة المباشرة، تمام كده. والأسئلة المباشرة دي تمام كده بتعتمد على فهمك السريع، او بتعتمد ان انت بتجيبها من القراءة السريعة للقطعة، تمام. مثال على الأسئلة المباشرة: When did the writer find his lost money؟ امتى الكاتب او متى الكاتب وجد ايه؟ نقوده المفقودة، تمام كده. وانت بتقرأ هتلاقيها موجودة مباشرة في القطعة، مثلا he found it yesterday، تمام كده، هو وجدها أمس مثلا، تمام. او ممكن تقول he found، تمام كده، on مثلا the table، ليها على الترابيزة، هتلاقي سؤال مباشر جدا. طيب بعد كده تاني نوع من الأسئلة وهي الأسئلة اللي بتعتمد على الفهم، ودي إن أنت بتستنتج من القطعة. في أسئلة بتعتمد على الاستنتاج من القطعة understanding a question، أسئلة بتعتمد على الإيه؟ الاستنتاج. مثال الجملة دي جت في القطعة بيقول إن علي is in a prep 3، علي ده طالب في ثالثة إعدادي، الجملة دي جت في القطعة، تمام كده، وجاب لي في الكويستشنز تحت علي is years old، هل علي 10 ولا 20 ولا 15 ولا 32؟ هنا علي بيقول لي في ثالثة إعدادي، فالرقم المحتمل إنه يكون لسن علي أو الرقم الأقرب لسن علي طبعا مش هيكون 10 ولا 20 ولا 32، هيكون ايه؟ 15، تمام كده. طيب برضو الجمله دي my uncle flew to London، عمي طار الى لندن او سافر الى لندن، تمام كده. هنا دي الجمله دي ذكرت في القطعه. طيب السؤال بقى تحت جايب ايه؟ my uncle traveled to London، وحط لي هنا كده سبيس نقط، تمام. عمي سافر او خالي سافر للندن نقط، هل باي ترين ولا باي شيب ولا باي كار ولا باي بلين؟ بيقول لك طار للندن، يبقى هو ايه؟ سافر بالطياره، يعني مش سافر بالترين بالقطار ولا بالشيب، الشيب بتكون في النهر، تمام كده، او البحر، ولا بالكار اللي بتكون على الرود الطريق، تمام كده. فهنا دي اسئله استنتاج، تمام كده. طيب جمله تانية جت بالقطعه the story was written in 1980، 1980. طيب ايه؟ القصة دي اتكتبت في 1980. طيب ده ذاكر الجملة دي بالقطعة.
طيب يبقى هنا القصة، عندي السؤال تحت بيقول the writer wrote his story in the، القصة دي اتكتبت century في أنه قرن؟ 1980 يعني يا عزيزي 20th century يعني القرن العشرين. تمام كده؟ يبقى لما يقول لك القصة اتكتبت في 1980 يبقى القصة دي اتكتبت في القرن الايه؟ العشرين. تمام؟ طيب مثال تاني بيقول أحمد has lived in Cairo for 20 years. أحمد عاش في القاهرة لمدة 20 سنة. الجملة دي برضو اتذكرت في القطعة. طيب هنا عندي السؤال بقى اللي جايبه لي تحت بيقول لي أحمد has lived in Cairo since. أحمد عاش في القاهرة من إمتى؟ عاش هنا من 2004. تمام كده؟ لو انت كنت في سنة 2024. تمام؟ طيب عندي بعد كده أسئلة الفكرة الرئيسية مين idea and best title question. أسئلة الفكرة الرئيسية وأفضل عنوان. تمام كده؟ وعندي الأسئلة دي بتعتمد على فهم المعنى العام للقطعة. عشان تحل أسئلة الفكرة الرئيسية وأفضل عنوان دي بتعتمد على المعنى العام للقطعة. تمام؟ تاني حاجة العنوان الأفضل والفكرة الرئيسية مش بتعتمد على فقرة واحدة. تمام كده من القطعة، لا يجب إن هي تكون شاملة القطعة كلها. بقول لك هنا أسئلة الفكرة الرئيسية، أنا عايز الفكرة الرئيسية للقطعة كلها يعني من البداية للنهاية from A to Z. تمام؟ فما تاخدليش فقرة واحدة، لا أنت تاخد لي القطعة كلها. تمام؟ وبرضه كذلك أنا عايز أفضل عنوان للقطعة، فانت ما تروحش جاي واخد لي فقره كده وتحط لي عنوان ليها، لا انا عايز ايه؟ العنوان للفقره كلها. تمام؟ طيب عندي هنا كلمات بتساعد في حل اسئله العنوان والفكره الرئيسيه. الكلمات دي بتجي في الاسئله، هيطلب منك يقول لك ذا بيست تايتل، هات افضل عنوان. تمام كده؟ ذا سيتابل تايتل، العنوان المناسب. ذا مين ايديا، الفكره الرئيسيه. هيقول لك اكسبلين، اشرح او فسر. تمام؟ امبلاي. تمام كده؟ دي يوز. تمام كده؟ هيقول لك انفير برضو، كل ده هيجيبه لك. تمام؟ طيب عندي بعد كده السؤال رقم 4. تمام كده؟ وهي الوورد refer to أو underline word. الأسئلة أسئلة الضمير أو الكلمة اللي بتعود على كلمة تحتها خط. ممكن يجيب لك كلمة وتعود على كلمة تحتها خط، أو يجيب لك ضمير وتحتيه خط ويقول لك هو بيرجع لإيه. يبقى سواء جاب لك ضمير وقال لك الضمير ده بيرجع على إيه، أو جاب لك كلمة تحتها خط قال لك الكلمة دي بتعني إيه، السينونيم بتاعها، الأنتونيم بتاعها، هات كلمة بتساويها في المعنى. تمام كده؟ هات بديل ليها، هات افضل بديل، الكلمات دي كلها. تمام؟ هنا عند الاشاره الضمير، تمام كده، بيعود الى كلمه يجب الاخذ في الاعتبار ان الضمير ده بيعود على اسم مفرد. تمام كده؟ غير عاقل في الجمله السابقه. يبقى لو قال لي ضمير، الضمير دي ده هيعود على اسم مفرد غير عاقل في الجمله الايه السابقه. ممكن يعود على غير عاقل، وكمان ممكن عادي جدا يعود على عاقل. تمام كده؟ وهنشوف مع بعض. يبقى عندي الضمير هي او هم ده هنا هيعود على مفرد عاقل مذكر في الجمله السابقه. طبعا هنا ده اخطاء كتابيه، معذره على هذه الاخطاء. فلو عندي هي او هم يبقى دي هتعود على مفرد مذكر عاقل في الجمله السابقه. طب لو عندي الضمير شي او هير يبقى ده هيعود على اسم مفرد ايه عاقل مؤنث في الجمله السابقه. طب لو قال لي زي او زم يبقى ده هيعود على اسم ايه؟ اسم جمع عاقل او غير عاقل. الضمير زي او زم يعود على عاقل او غير عاقل في الجمله السابقه. طيب الجمله دي جاءت في الايه في القطعه، بيقول احمد found his book. احمد ليه الكتاب بتاعه؟ it was under the table، ده كان تحت المنضده او الترابيزه. بعد كده جايب لي السؤال بيقول لي the underline word it. كلمه it دي refers to، بتشير لايه؟ هل لاحمد ولا the book ولا الكتاب ولا the table ولا احمد the uncle؟ لا طبعا هنا كلمه it دي بتشير the book. اوكي؟ طيب لاحظ بقى ان سؤال الفكره الرئيسيه غالبا بقول هنا غالبا وليس دائما اجابته بتكون في الباراجراف الاول. تمام كده؟ اللي هو بتاع الانترودكشن اللي بيديهولك في البدايه الايه القطعه، او ممكن عادي يكون في الكونكلوجن. تمام كده؟ طيب يبقى سؤال الفكره الرئيسيه ممكن عادي جدا تكون اجابته تمام في القطعه الاولى، او ممكن تكون في الفقره الاولى معذره، او في الفقره الاخيره. طيب عندي بعد كده سؤال السمرايز، سؤال التلخيص. ممكن يقول لك summarize ايه this paragraph in one sentence.
او يقول لك summarize the passage into sentence عادي جدا، سواء قال لك لخص القطعه كلها في جمله او اتنين، او طلب منك تلخص فقره في القطعه كلها في جمله او اتنين. تمام كده؟ يبقى سؤال التلخيص ده انت بتشوف الفقره، بترجع تقرا الفقره من تاني، او بترجع تقرا القطعه من تاني، وبتفهمها كويس جدا جدا، وبتقول اللي فهمته في كلمات من عندك، وممكن برضو تستعين بكلمات من القطعه. تمام كده؟ في جمله او اتنين بالكتير، زي ما طالب، لو طالب جمله هتكتب له جمله، لو طالب اتنين هتكتب له اتنين. حاول تلخص بكلماتك، تمام، حاول تستعين بكلمات من القطعه برضو، مفيش اي مشكله. طيب، وقلنا السؤال ده هيعتمد على، او السؤال ده بيعتمد على حفظ كلمات، وغالبا بيكون من مفردات المنهج، ويعتمد على التخمين من سياق المعنى. طيب، ده اللي هو السؤال سؤال السينونيم. ده معذرة، ده اللي هو سؤال السمرايز. برضو عندي هنا سؤال السينونيم والانتونيم، اللي هو المرادف والمضاد. لو قال لي عايز السينونيم او ذا سيم مينينج، تمام، او كلمة بتساويها، او عايز الانتونيم، كل الحاجات دي سهلة. يبقى لو عايز سينونيم هتجيب له مرادف لكلمة، طب لو عايز الانتونيم هتجيب له مضاد للكلمة. وده برضو السؤال ده بيعتمد على حفظ الكلمات، وغالبا بيكون من مفردات المنهج، وبيعتمد على التخمين من سياق المعنى. طبعا مش هيطلع بره المفردات ان شاء الله بتاع المنهج بتاعك. طيب، عندي بعد كده مثال هنا على السؤال ده. هنا بيقول لي the word space نقط is the synonym of quiet. كلمة، هو هنا عايز كلمة مرادف لكلمة quiet، فهل noisy ولا wide ولا peaceful ولا anxious؟ لا، هنا كلمة quiet المرادف ليها او السينونيم بتاعها هي كلمة peaceful. تمام كده؟ طيب، عندي أسئلة التفكير النقدي. أسئلة التفكير النقدي ويجب أن تكون الإجابة لها علاقة بموضوع القطعة، ما ينفعش تبعد لي عن موضوع القطعة، أو تجيب موضوع تاني، لا. أسئلة التفكير النقدي لازم تكون مشتملة، تمام كده، أو تكون لها علاقة بالقطعة. طيب، وأمثلة التفكير النقدي أو من الأمثلة اللي بتجي عليها بيقول لك do you think، ويجيب الشيء اللي هو عايزه. why لماذا، ولماذا لا، why and why not. تمام، ليه الشيء ده يعني. do you think sports it's important for teenagers؟ هل تعتقد ان الرياضة مهمة للمراهقين؟ why لماذا؟ تمام، هتذكر السبب. لو قال لك في القطعة الرياضة مهمة، طبعا هتذكر السبب من عندك، تمام كده، من القطعة. طيب، طب لو هي مش مهمة هتقول برضو لماذا لا من القطعة. تمام. طيب، ممكن برضو يقول لك in your opinion، في رأيك، why and why not. in your opinion، في رأيك، تمام كده، sports it is important for teenager why or why not. مهمة او مش مهمه ليه، او مش مهمه ليه. تمام، فهنا انت بتذكر الاسئله دي من القطاع عندك. طيب، وهنا عندك جنرال اكسرسايز، هسيب لك انا كده ادي قطعه هنا اهي، تمام كده، تنقنق فيها براحتك، وكمان قطعه اهي، تمام كده، عايزك تنقنق فيهم براحتك، وتبعت لي الاجابات، حل براحتك وابعت لي الاجابات. وان شاء الله ده نهايه المحاضره بتاعتنا. أتمنى يكون شرح قطعة الفراغ وقطعة الفهم كان مفيد ليكم جدا. كان معكم مستر عبد الرحمن عليوة. سلام في